سلام خياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت ندير معاكم العدس مرقه حمراء اللي معروف. انا اول حاجه نديرها هاي لك طوماطيش تاع الحب، قسمتها هكا، سبق فيها شويه زيت، هاي لك، ونخليها تقلى. نجيها شمخت هذاك العدس، خليته حتى يرطب، ومن بعد واش ندير كي نشمخو نخليه يرطب، نشلو بالمتيد، نشلو حتى الماء تاعو يصفى، يولي الماء تاعو صافي، ما نغليش العدس، ما يتغلاش، نشلو شعل مخطره حتى الماء تاعو يولي صافي، تماك خلاص بالمتيد، شلوه بالمتيد. بعد ما درت هذيك الطوماطيش كرافس زيتون جادوك، قسمتهم صغار، شفتو معنا طوماطيش، ودوك ندير درسة درت النص تاع الدرسة ماشي كاع، هاي دوك نفرغو داك العدس اللي قلت لكم ما غليتوش، شللتو 3 خطرات حتى يروح له الماء هذاك الكحل تاعو بالمتيد، شلوه بالمتيد ما تغلوش. هذاك نخليه حتى يشرب هذيك الدرسه باش نمرقو. هاوليك بعد ما شرب هذاك العدس كاع ديك لاصوص، هاي لازم يشربها كاع باش تدخل كاع البنه، باش هذاك العدس تدخلو كاع البنه تاع لاصوص. هاي شوف حتى نشوف، شوف دوك نمرق على خطره، ماشي كل دقيقه تمرقو. شوف دوك نكمل الدرسه اللي قعدت. انا الدرسه ما نديرهاش على خطر، ندير نص مع الاول، وكي نمرق نكمل الدرسه اللي قعدت باش ما يروحليش الكوم. ماشي كل دقيقه ديروا الملح وفلفل كحل، مرقوا على خطره وكملوا نص الدرسه اللي قعدت لكم. بعد ما طاب هذاك العدس شوفوا، دار 2 حبات هكا فلفل، شويه معدنوس، شويه زيت زيتون، هاوليك شوف. هذا هو الشكل النهائي لطبق العدس اللي درناه اليوم. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تحضيره وتبعتوا كاع المراحل، وان شاء الله في التعليقات تقولوا لي اللي عجبكم وجربوه، ما تندموش، بنه روعه. للملاحظه باش ما ننساش اني درت لكم الدرسه، بصح ما قلت لكمش واش درت فيها. الدرسه درت فيها الثوم، فلفل كحل، فلفل عكري حار، اللي ما يحبش يدير الحار ما يديرش الحار، يدير فلفل عكري الحلو نورمال. درت شويه كمون، ودرت طوماط كونسونطري داخل، انا نديرها داخل الدرسه، ونخلط وندير بغرفه زيت زيتون تعطيه ذوق روعه. هذه هي الدرسه تاعي. هاد العدس اللي درتو معكم رافقته مطلوع هاوليك روعه، خرج لي درتو غير بالسميد المتوسط، ما خلطتلو ني فرينه ني دقيق رطب، دقيق متوسط، وشوفوا كيف خرج لي. الله واش نقول لكم، نتمنى الطبق تاعي اليوم نال اعجابكم، لانه
حقيقة بنة بنة بنة. واش نقول لكم، تهلاو في ربحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.